السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي، النهاردة هنحل تدريبات على بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس قبل ما نبدأ التدريبات ما تنسوش الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وما تنسوش تعملوا لايك والسبسكرايب وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ التدريبات. السؤال الأول بيقول اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة. السؤال الأول: أعلن الرسول قيام الدولة الإسلامية بمكة؟ الإجابة خطأ. سؤال 2 بيقول: مهد الرسول للهجرة ببيعتي العقبة الأولى والثانية؟ الإجابة صواب. تحمل الرسول وأصحابه الصعاب في سبيل نشر الدعوة الإسلامية؟ الإجابة صواب. 4 اقتصر دور المسجد في الإسلام على العبادة فقط؟ الإجابة خطأ. اقتصر دور المسجد في الإسلام على العبادة ولا تعليم الدين الإسلامي. أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. أولا: كانت بيعة نقط في العام 12 من البعثة، بيعة العقبة الأولى، أما بيعة العقبة الثانية في العام 13 من البعثة. استأجر الرسول نقط ليكون دليلا له ولأبي بكر في الهجرة؟ عبد الله ابن أريقط. جيم: أول ما قام الرسول به في المدينة بناء مسجد. أول حاجة عملها من ركن بناء الدولة الإسلامية بناء المسجد. نصت صحيفة نقط على حرية العقيدة لغير المسلمين؟ نصت صحيفة المدينة. السؤال اللي بعد كده بيقول: بما تفسر. أولا: عرض الرسول نفسه على الوفود في موسم الحج؟ بما تفسر: ليدعوهم إلى الدين الإسلامي ويطلب منهم النصر. 2 أهمية المسجد في الإسلام. مقرا للحكم. من أهمية المسجد أنه مقرا للحكم ودار للعبادة ومدرسة لتعليم الدين الإسلامي. 3 إصدار الرسول لصحيفة المدينة لمعرفة حقوق وواجبات كل من في المدينة. السؤال بعد كده بيقول: ما النتائج المترتبة على هجرة المسلمين إلى يثرب؟ أدى ذلك إلى بناء الدولة الإسلامية. 2 ثقة المسلمين اللامحدودة في نصر الله لنبيه؟ الإجابة مبايعة الرسول. السؤال اللي بعد كده بيقول: ما المقصود بالعبارات الآتية؟ أولا: الأنصار هم أهل يثرب الذين بايعوا الرسول وآووه ونصروه بأموالهم وأنفسهم. أما المهاجرين أهل مكة الذين خرجوا من ديارهم من مكة إلى المدينة لنشر الدعوة الإسلامية. وكده نبقى خلصنا الدرس، وما تنسوش تعملوا لايك والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. وشكرا مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.